يعني انت متفق معايا ان البروجرامنج هي سكيل، والسكيل مش بس التكنيكال سكيل، لا هي حاجه بتشتغل على المايند سيت بتاعه بالظبط بالظبط. الانسان. هي بتغير في طريقه التفكير بشكل عام. فانت لو داخل كمبيوتر ساينس وهو يعني الطفل مش او طالب مش اوير قبل كده اصلا بالبروجرامنج، فهو هيتعامل معاها على انها ماده علميه بحته. تمام. والبروجرامنج مش كده خالص. البروجرامنج هي مايند سيت كامله، هي لايف ستايل كامل اصلا. يعني انت مم. لازم تكون متخيل ان كل حاجه قدامك هي عباره عن ارقام، عباره عن لوجيك. فبيبدا اصلا هو بعد كده من هو في الكليه، يعني حتى عشان كده بالذات كمبيوتر ساينس وهندسه، يعني هتلاقي الاثنين مع بعض كده. اللي هتلاقي فيهم حاجات زي الهاكاثونز مثلا. عندك منظمات عالميه زي اي تريبل اي. في هاكاثونز هنا كانت بتتعمل في مصر، مش عارف والله لسه بتتعمل ولا لا. زي مثلا زيرو 1 هاكاثون، زي فودافون هاكاثون، زي اورنج هاكاثون. فيسبوك نفسهم اصلا كانوا بيعملوا فيسبوك هاكاثون. فالهاكاثونز دي اصلا كلها، يعني طبعا احنا شاركنا فيها كتير. مم. فهي اصلا كلها كانت قايمه على ايه؟ ان هو ازاي تربط البيزنس بالتكنولوجي. فمين اصلا اغلب الناس اللي كانوا بيشاركوا فيها وبشكل فعال جدا كان الناس اللي هم اوير بالبروجرامينج من قبل مرحله الكليه.